بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد وحباب سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ قلت اعمل معاكم فيديو الشيق بتاعي اللي هو العيش الشمسي الفلاحي الصعيدي من اوله لاخره، من الالف للياء زي ما يقولوها. وبسم الله ما شاء الله العيش طالع بألف هنا وشفا يا رب علينا وعليكم. واتمنى كده ما شاء الله ما شاء الله اديكم شايفين ما شاء الله ازاي. يا رب كده أتمنى منكم إنكم تدعوا طلاب تالتة ثانوي، لأنها بصراحة ربنا يقف معاهم ويقف مع بيته ويقف كل اللي زيها إن شاء الله. وهناك حطينا إيه الخميرة الحوض، وفي ناس ما تقول عليها الحوض، وفي ناس ما تقول عليها الخميرة، وفي ناس ما تقول عليها الفراقة. إحنا هناك في بلدنا ما نقول عليها الحوض، ودي الخميرة البيري. في الحر يا جماعة ما نكتروش خميرة بيري، عشان لا قدر الله لا قدر الله العيش مش ما يحمل. وانا هناك الحدق دي راح افرك منه، واللي هتفضل هحوشها وارميها، عشان مش هكتر الحدق بصراحه، عشان ربنا يكفينا شر بوظان العيش يا رب. زي ما انتوا عارفين الدقيق غالي وكل حاجه غالي، والطحين غالي. وهناك الصحن دي مش هحطه كله، انا دي الصحن مش راح احطه كله، راح احط منه واخلي الباقي. ويا رب ان شاء الله الفيديو بتاعي يعجبكم من رضاكم. والعيش الشمسي بألف هنا وشفا بصراحة. العيش الشمسي بصراحة حلو في الغميس بتاعه مع البامية مع البراني مع البطاطس، دول انا خليتهم من الصحن. وبالنسبة للناس اللي عاوزة تخس ما تكترش من العيش الشمسي. العيش الشمسي لو هتاكل، الناس اللي عاوزة تخس تاكل الحتة اللي من تحت اللي هي فيها ردي. انا بصراحة عاوزة اخس، انا خسيت قبل كده 16 كيلو، بعد كده جيت تخنت، وبعد كده عاوزة اخس تاني مش قادري، وربنا يعيني ان شاء الله واخس كده ان شاء الله. ولو اتمنى منكم تخشوا في القناة وتسمعوا الفيديو لحد الاخر، فضلا وليس امرا، وتشتركوا في القناة وتحطوا اللايك وتصلوا على نبينا الزين، وتحطوا اللايك بيدكم الاثنين يا حلوين يا قمرات. هنا غطينا الخميري وهنسيبها لحد ما تخمر، هنروحوا فيها. هنا معايا شويتين الدقيق بتاع التومين، راح اوريهم لكم، هخلطهم في بعض عشان مش حاساه يعني كده برب بتطلع شكاره نايره شكاره مضلمه. انا هعمل ايه؟ اديله شويتين دقيق، واحده 50 وواحده معذره، واحده 30 وواحده 20. فهقلبهم في بعض في المجور بتاعي الكبير، وبعد كده ايه احطهم في الشواله، واللي هاخده احلله واللي راح احطه في الشواله احط الباقي الخبز ده ايه لما نطحنوها في الطحين لما تحلل. اما يجيبوا لنا الرديات فيهم زي كده، بعد ما يعبوا الشكاره اهو تكبوا شويه رده، بعد ما يعبوا الشكاره يروح يحط لك الشنطه تحت رده فيها في اللهم صل على سيدنا محمد في الشكاره زي ما انتم شايفينها كده. فقلت اخلطهم مع بعض الشكرتين ال30 وال20، ولما اجي عادي ناخد من الشكاره مره واحده اقلبهم في المجور قلب زاني. اهو شايفين المجور كبير ازاي. المجور دي يا جماعة ما يشيل 60 كيلو دقيق، بس هما دول ايه 50 كيلو. ده الشوارع ده اللي هفضيها اهي ده 30 كيلو، وحتى مكتوب عليها 30 كيلو. هفضيها اللي هي الاول ال30، وبعد كده هفضي الشوارع ال20. اقلبهم في بعض بيدي كده قليبة زاني. وبعد كده ايه يا سيدي الليمونتاي احطهم كده واحطهم في شكاره واحده واحلل منهم. ده الشكاره التانية اللي هي ال20 حشت منها برضو الرديات، شايفين ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. كده البيت اللي ما فيه دقيق، البيت اللي ما فيهوش دقيق حاله يضيق، والبيت اللي فيه دقيق رزقه ان شاء الله يزيد يا رب. هنا تدرك ده الشكاره ال30 هي اللي في المجور، وهفضي عليها الشواليه ال20 واقلبهم في بعض. شايفين ازاي انا بفضيها عليهم عشان هقلبهم في بعض قلب زاني، وبعد كده اعبيهم في شكاره واحده. وقت ما عاوزة اعجن ولا اعمل اخد من الشكارة اللي هي ايه اللي احطهم فيها شوية 50 كيلو ده بتاع الدقيق فينو. فانا خدتها من امي وقلت لها ما هحط فيها دقيق، قالت لي اخديها ماما، وخدتها والحمد لله. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا ولا امرا وتحطوا اللايك. شايفين لازم الدقيق كده نقلبوه مع بعض عشان يبقى الدقيق كله مع بعض. والدقيق لما تغبزي منه ما شاء الله ما يزيد، لان ما تبقى في شكاره ساعه نايره وفي شكاره مظلمه. ابو احنا نخلطهم في بعض ونقلبهم في بعض، ويبقى كل الدقيق ما شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم. وما تنسوش لو وصلتوا معايا لحد هنا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، عشان اكبر بكم ومعاكم يا اخواتي في الله. وبشكر المتابعين الجداد اللي دخلوا عندي شرفوني ونوروا قناتي،
ويا رب ان شاء الله قناتي وعيلتي تكبر بكم ومعاكم يا اخواتي في الله، لان انا ماليش حد من بعد ربنا غيركم انت. غلطان اللي يقول دي ولا دي. انا فتحت القناة دي عشان اساعد بها جوزي عشان يعرف يصرف على تعليم عيالي. دول انا خليتهم راح احلل منهم فيها في المجور الصغير عشان هعجن منهم. وحتى غسلت المجور غسلة زيني، قلت عشان لما احلل الدقايق ما اقعدش افضي واعمل تاني في الشكارة. هحلل من المجور دي الكبير اللي انتوا شايفينه اهو، والمجور الصغير دي اللي هاجن فيه على طول. انا غسلته بالسلكة ونضفته ونشفته، قلت عشان احط فيه الدقيق على طول واشاهده كده الدقيق. طبعا احنا الدقيق مودينه عند الطاحونة اللي هي بتحلى، فهي مطلعة لنا ردة معلناش غير اللي نشاهدوه. اللي عاوزة تشهد بغربال فارغ تشهد. انا الغربال بتاعي والله اتقطع، وكل ما اقول اروح اجيب له غربال اخلي اخويا يجيب لي غربال بنسي. فديتي بصراحة اما شاهد بيها قبل ما هي اروح افتكر واجيب له غربال. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا ولا امرا، وحطوا اللايك عشان اكبر بيكم معاكم. وانا حللت الدجاج اهو قدامكم شايفين. وراح بعد كده بعد ما حللت الدجاج هروح اشوف الخميرة خمرت ولا لا. ودول راح اخليهم انا اللي هو هعمل منهم العيش بعد كده. شايفين الخميرة طفحت لاني نومت والعيال صحوني قالوا لي يا ماما ده الخميرة طفحت. شايفين الخميرة طفحت ازاي. وانا كنت زي ما انا كنت شفتوها انتم معايا، كنت مغطيها معاكم على الترابيزه ما شاء الله لقيتها طفحت خالص. فجبت الملح دي اهو هحطه في كوبايه واقلبه كده قليبه زاني واشتغل اتوكل على الله واشتغل عجين. وان شاء الله نعجنهم يا رب كده، وخبيز الهنا علينا وعليكم، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله يا رب. شايفين ما شاء الله دلوقتي انا هشتغل عجين على طول، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. لازم العجين يتملك كويس. العجين العيش الصعيدي الفلاحي لازم يتملك كويس، لان بصراحة لو ما تملكش كويس ما يبقى ملهوش عازة كده. هنا انا برضه شغالة من لك وعاوزة مية هحط لها مية. فلازم العيش كده نحط له ميه ونملكه كويس، لان العيش لو ما تملكش مش اما يبقى نضغطه حلوه، فلازم نملكه فيه ملكه زيني. وهنا انا حطيت قدامكم كوبايه ميه عشان املك شويه شويه فيه. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. ان شاء الله كده عاوزه الفيديو دي يوصل معاكم كده تاي لأعلى المشاهدات ان شاء الله، لدرجه ان باذن الله قناتي عاوزة تحقق الساعات. واتمنى يا رب قناتي تكبر معاكم وبيكم يا اخواتي. الله يعزكم ويرضيكم ويجبر بخاطركم جبر يتعدى الله اهل السماوات والارض. شايفين ما شاء الله. لازم انا بديت الاول املكه كده بالراحه بالراحه عشان بعد كده اعرف ايه املكه كويس. وانا ما بملك بيد الشمال لان يدي اليمين مش عارفه، ما احس نفسي مش ما اقدر املك بها كويس زي الشمال، لان انا اصلا بمسك السكينه بيد الشمال وبمسك القلم بيد الشمال. فطلع لامي ان امي بصراحه ما تمسك السكينه بيدها الشمال وتمسك القلم بيدها الشمال. فبملك برضه كاني بس بقطع بيد اليمين الحمد لله. بس في الملك والله بحس دراعي اليمين ده مش معرف يملك زي الشمال. غير لما يكون زي كده ماشي، لكن لما احب ادفس في العيش وملك فيه لتحت كده هو دي ما يحسه مش اما يقدر يعمل. وهناتي معلهش انا اما اوريكم الفيديو من اول لاخره زي ما انتوا عارفين مش اما اقاطعكم، فلازم انا اخلي الفيديو يمشي معاكم واحده بواحده. هي الحته اللي انا بملكها بيد الشمال شايفين، حتى يد اليمين واقفه والف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناه مطبخ الطيبين. ويا رب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. واتمنى كده من ربنا ان الفيديو دي يوصل لاعلى مشاهدات ان شاء الله واللايكات. وحطوا اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع القناه. وانا قسما بالله على طول كل ما انزل فيديو وانتوا شوفوا كده محبطه ما لقاش فيه مشاهدات كويسه، بس هقول الحمد لله ما حدش عارف رزقه فيها. شايفين يا جماعه العيش ما شاء الله بعد ما اتملك كويس، شايفين ما شاء الله عامل ازاي.
زي السكينة في الحلاوة ما شاء الله، بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. عامل زي الزبدة، لان ما عرفش اكل عيش من غير ما يكون مملك كويس. وهنشوفوه مع بعضنا بعد ما يطلع ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم وينول رضاكم ان شاء الله. شايفين بألف هنا وشفا علينا وعليكم. هناك انا بديله كم خبطة كديتي، لانه بصراحة اتملك كويس كويس، وبألف هنا وشفي. حتى لما خبطت خبطة راحت بنتي قالت لي يا ماما اغبطي تاني، قلت لها زين على كده، قالت لي لا اغبطي خبطة تاني. فخبطته برضه ما حبيتش ازعلها. والف هنا وشفا يا رب. شايفين ما شاء الله، ديتي اخر فم اللي هدوله، ديتي اخر فم ومش هديله تاني، هغطيه بالصينية على طول. شايفين بألف هنا وشفا علينا وعليكم. بصراحة العيش ما عاوزنيش اخلع يدي منه، لان بصراحة المليك فيه بسم الله ما شاء الله. شايفين انتوا بنفسكم عاملين العياش، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وبألف هنا وشفا على كل اللي هياكل لقمة مني، لان بصراحة احنا طلعنا لقينا امي، وطلعت لقيت جدتي برضو يخبز العيش. دي جدتي امي وجدت ام ابوي. هنا انا غطيته بالصينية زي ما انا قلت لكم، وهرحل المقرصات على طول. ارحلهم عشان لو نمت وقمت لقيته خمران اشتغل قطيع على طول. انا ضربت غطيته قدامكم لسه هيخمر. يعني ارحل المقرصات، وبعد ما ارحل المقرصات اروح اغسل يدي غسله زينه، وبعد كده اروح انملي شويه عبال ما العيش يخمر. لازم كده نرحل المقرصات ونخليهم جاهزين جنبين. هرحل المقرصات كلهم، وبعد كده يا ستي لما انتي افرش كوبرتاية على السجادة، عشان انا راح اقطع السجادة، عشان السجادة ما تدعكش ردة ولا حاجة. وبحيث ان بعد ما اخلص انفض الكوبرتاية كده كده، هي الكوبرتاية عايزة تتغسل. شايفين ما شاء الله المقارصة دي اني ارحلها كداتي. في ناس بتقول بتتفلهي، على حسب كل واحد ولغته. احنا عندنا في ناس تقول رحلة، وفي ناس تقول تتفليه. يا رب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله العيش هناك خمر ازاي. دروك انا هشتغل اقطع فيه. شايفين ما شاء الله بعد ما خمر وعبى الماجور، لان الماجور كان فاضل له كم سنتي كده ويتنفح. وهناك مخلص صحن جنبها وباخد منه. شايفين ما شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم بارك. بألف هنا وشفا علينا وعليكم وعلى كل اللي ياكل لقمة يا رب، مطرح ما تسري تمر ان شاء الله. لان بصراحة انا بحب العيش الشمسي. انا ماشي عاوزة اخس، مش قادرة اخس، مش عارفة، بس انا نفسيتي تعباني. لان انا برضك معايا بنتي في ثالثة سنة ويا رب يكرمها ويكرم كل طلاب ثالثة سنة وان شاء الله، ويقف معاهم ويجبر بقدرهم جبر يتعجب له اهل السماوات والارض. لانه زي ما انتم عارفين طلاب ثالثة سنة ودروس ثالثة سنة وامتحانات ثالثة ثانوي، فربنا يقف معاهم. احنا مش هنقدر نعمل بحاجة غير كله بإرادة ربنا. هنا الدقايق اتكبوا مني في عالكبرتاي، فاستخسرتهم خسارة. رحت عملت منيهم من غير ما اخد لي بالي والله. وبعد كده رحت قلت له ده الصحن قاعد جنبي، ورحت حطيت الصحن تاني. فبصيت في الرغيف ما لقيتش فيه حاجة الحمد لله. شايفين ما شاء الله الرغيف، وشايفين ما شاء الله العيش انا بقطع معاكم عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، مطرح ما يسري يمري. وهشوفوه بعد كده في الفرن، وهشوفه بعد ما اطلع في البرش. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. وهناك راح نشتغلوا في العيش نسووه داتا. شايفين ما شاء الله، ده بنت اللي مسووهولي، هي اللي بقول لكم عليها في ثالثه سنه. وده ربنا يكرمها ويوقف معاها ويجبر بقدرها وكل اللي زيي. ويقول ان شاء الله ينجحوا ويجيبوا امتياز يا رب، ويقفلوا كده يا رب، ويوقف معاهم ربنا ويجبر بقدرهم ربنا في الامتحانات ان شاء الله. وربنا يوفقهم ان شاء الله ويديهم الشهاده العاليه. هناك اخر رغيف حبيت اوريه لكم برضو. وده حببت حنونه صغيره تاخدها اي بنت من بناتها، وربنا ان شاء الله يهديهم على بعض، لان هم بيتعرف على اي حاجه. وهناك هعمل معاكم الحوض او الفراقه. شايفين ما شاء الله، لازم الاول نفرك يدينا كده. ده لقيتها عجينه ناشفه في يدي وقلت اطلعها. شايفين الماجور انا لازم نفركوه، بعد ما نفركوه الماجور نغسلوه عشان ما يشفش في العجين.
شايفين ان بعد ما خلصت قطع خالص وفركت الماجور. بوريكم العيش بعد ما قطعناه. شايفين بألف هنا وشوفوا علينا وعليكم. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، واتمنى كده ان شاء الله اوصل لاعلى المشاهدات في الفيديو دي، ونفسي ربنا يكرمني واحقق الشروط يعني، واخد البنكود. بس حسب ما يرضي لنا ربنا، كل الحاجة كاتبها لنا ربنا. شايفين العيش بسم الله ما شاء الله بعد ما خمر. شايفين اللي الجنب دي هيتعدل في الفرن ان شاء الله، اللي عمل على جنب دي هيتعدل في الفرن، هيبقى بسم الله ما شاء الله. كان العيش طالع بسم الله ما شاء الله زي قدامكم كل حاجة ما شاء الله. وهنا بوريكم الرغيف بسم الله ما شاء الله. الله اكبر اللهم بارك. بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. وهيطلع من الفرن بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك عشان ان شاء الله اكبر بكم ومعاكم يا اخواتي في الله. الله يعزكم ويرضي خواطركم. انا بوريكم على قديته هو بعد ما خبم ان شاء الله. وكنت راح اولع فرن الانبوبه. شايفين بسم الله ما شاء الله العياش عامليه. وهكسر بردك بعد ما اخلص خالص معاكم العيش يهدي كده، عشان هوريكم رغيف وانت هتشوفوه وتقولوا رايكم ويا فيه بالظبط. بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله دلوقتي احنا رسينا العياش. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني بصراحة الله اكبر اللهم صل على النبي. العيش بيتكلم عن نفسه. ولسه برضه هوريهولكم تاني بعد ما اخلص خالص. هنا بوريهولكم بسم الله ما شاء الله بقي كفاية في الحتة دي مع الفرن بتاكل فيه. بس الحمد لله ما عملش حاجة. حابة نقطعها ونودوها للفراخات. ما تنسوش تشتركوا في القناة. وهنا ديتي بعد ما خلصنا خالص كل حاجة، والعيش دبناه وهيخمر ان شاء الله، وهتشوفوه بعد كده برضو العيش بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. العيش على المغارس مرسوم راس. بألف هنا وشفا. ومطرح ما يسري يمري ان شاء الله ناكلوه وتعملوا زيه بالصحة والعافية والراحة وراحة البال وهدوان السير. واتمنى كده يا ربي. حتى لو انتي انا مع ان عيالي ما شاء الله كتار، انتي لو عاوزة تخبز 12 رغيف عادي، 10 رغيف عادي، بس انا مكترهم عشان عيالي ما شاء الله. الله ربنا يبارك فيهم كتار. شايفين ما شاء الله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. وهنا انا برضه بوريك. شايفين العيش في الفرن عامليه اللهم بارك. هو لسه على كده ما خدش لون، بس انا فتحت اوريهولكم يعني ايه من يعني يبقى معاكم هنا من الف للياء. معذرة على الحتة دي ما كنتش لسه كملت طلوع العياش من الفرن. شايفين ما شاء الله العلو بتاعه ازاي. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك وتصلوا على نبينا الزين، وتحطوا اللايك بيدكم الاثنين ان شاء الله. اتمنى ان قناتي تكبر بكم ومعاكم يا اخواتي في الله. وبشكر كل متابعين الجداد، والف شكر لكم. يا رب ان شاء الله يجعل الفرح قدامكم والسعادة خدامكم. ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله فضلا وليس امرا. وما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد، لان صلاة النبي حلوة ما شاء الله عليه. والواحد لما يكون متضايق يقول اللهم صل على النبي برضه حلوة. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. وصلتوا معي لحد هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.